بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بعلمك من جهلنا، اللهم أطلق ألسنتنا، اللهم ثبت أفئدتنا، اللهم أيدنا والحاضرين بتأييد من عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفهم ونعوذ بك من ظلمات الوهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. سهل لنا كل أمر عسير وفرج كروبنا، فإنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. يا أخوانا، درج أهل الله في بداية حديثهم أن يقرأوا الفاتحة الاستمدادية. ومعنى الفاتحة الاستمدادية يعني الفاتحة يا أخوانا تصل إلى من وهبناها لهم في ثواني. ومن عادة الكرام أنهم إذا أهدوا شيء لا ينتظرون الرد، بل يردون بسرعة. فنحن لما قرأنا الفاتحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته وإلى أصحابه، فهذه الفاتحة وصلت مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في برزخه لا يؤخر المكافأة، لأنه من أتى إليكم معروفا فكافئوه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من قال وفعل. ولذلك مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نهدي ثواب الفاتحة له، ومكافأته لنا أن يدعو لنا وهو في برزخه، ودعاء رسول الله مجاب. وكل صحابي جاءته ولو حرف من الفاتحتنا اللي قرأناها جميعا طبعا يرد الجميل بالجميل. ولذلك قال ما وجد يعني وسيلة من الوسائل اللي يتقرب بها إلى الله وتكون مفتاح لقضاء الحوائج مثل ما تهدي يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه الكرام والصالحين من عباد الله، فتتحرك الأرواح لتكون معك بدعوة صالحة. فنحن استنهضنا الهمم والأرواح لتحف هذا المجلس ولتحفظ هذا المجلس من عين الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين، لأن القلوب أحيانا تضيق عندما ترى هذا الجمع الطيب الطاهر، ولذلك فتغلي نار الحسد والحقد ونوع من الغيرة. فبدل من أن يسعوا إلى تكثيف هذه المجالس وإكثارها، لأنه بها يرفع الله البلاء عن أمة كاملة، فيسعون إلى تخريبها وإغلاقها. فنحن نقرأ يعني أيضا يا أخواننا في قلوبنا إنه أن يحفظ الله تعالى مجالس التي تذكرنا بالله وتجمعنا على محبة الله ورسوله. طبعا بمناسبة المولد يا أخواننا راح يكون حديثنا اليوم حول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طبعا يا أحبابنا هذه الآية حقيقة جمعت في طياتها واندرجت في طياتها مراتب كبيرة. فالأسوة يعني القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا قال أسوة حسنة؟ قد نقتدي ببعضنا، بس يشترط في هذه القدوة الإنسان يكون على بينه. أنا ما بحب يعني بلا مؤاخذة أنا أتبع على عماها، لابد من أن أعرف شيخي هل له مخالفات شرعية، لا أتبعه على المخالفة وأتبعه على ما استقام عليه. قال شيخه له مخالفات، قل له يعني فرضا حتى نكون نحن واعين يا أخوانا، ننظر ونقيس أعمال هذا القدوة بميزان الشرع. إذا كان وافق الشرع اتبعناه، وإلا فلا. وسيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه قال ذلك لما تولى الخلافة، قال: إني وليت عليكم ولست بخيركم، إن أطعت الله فأطيعوني وإن عصيته
فلا طاعة لي عليكم. طيب سيدنا أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة، إذا كان الولي أدنى من أبي بكر محفوظ، فكيف سيدنا أبو بكر الصديق؟ ولكن تكلم من باب العبدية، إني قد يقع، فإن تكونوا واعين لا تتبعوني في المخالفة. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يعني لما سأل الصحابة إني ما تفعلون لو يعني عوججت عن الطريق، قالوا لو عوججت لقومناك بسيوفنا. قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير في إن لم أسمعها منكم. يعني إذن هناك يا أخواننا قدوة مشروطة بالاستقامة. أما قدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها قدوة مطلقة، أسوة حسنة، لأن كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأكمل وهو المكمل. ولذلك يا أخواننا كل من يحاول خطأ أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفا غير سليم فهذا مردود عليه. يقال طيب ولا تأبير النخل؟ قل له ولا تأبير النخل، لأن الله عصم نبيه، عصم قوله وما ينطق عن الهوى. لما رأوا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا عبد الله أتكتب عن رسول الله كل شيء؟ ورسول الله يكون له حالات الغضب والرضا، فلعله يكون في حالة الغضب يقول شيء يعني، فكيف تدونه ويكون كلام رسول الله وشرع؟ فشكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نهاني بعضهم، فقال رسول الله اكتب يا عبد الله في حالة الغضب والرضا، فوالذي نفس محمد بيده ما خرج من هذا إلا الحق. صلوا على رسول الله. حسنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام يؤبرون النخل فقال ما تصنعون؟ تأبير النخل يعني تلقيحه، يأخذون من طلع الذكر ويضعونه على النخل الأنثى فيكون التلقيح ويكون الثمر. فقال رسول الله لو تركتموه لصلح. ثم مر عليهم بعد فترة شاف تمر ما صلح، قال لماذا تمركم هكذا؟ قالوا أنت قلت يا رسول الله لو تركتموه لصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. هنا شنع أهل العقل القليل إنه أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قال لو تركتموه لصلح وما صلح. نقول لا يا مؤمن، لا يا حبيبي، الله يرضى عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقحون النخل وكل قلوبهم متعلقة بهذا التلقيح. أراد رسول الله أن يرفع هممهم ليعلقها برب الأسباب، ما ارتفعت، ما وصلوا إلى هذا المستوى، ردهم إلى الأسباب. فقال طيب يعني هذا تعليل أنت من عندك؟ قلوا لا، في نماذج لهذا التعليل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عند أبي رافع، وأبو رافع صحابي، ذبح شاة له، فلما ذبح شاة له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ اللحم ويوزعه على الأصحاب، وأحيانا يطعم أصحابه بيده، والسعيد من نالته لقمة من يد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فتعلمون يا أخواننا أن الشاة كم كتف لها 2، يقال له إما الكتف أو الآباط على لغة الحموية أو الذراع باللغة العربية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع، فناوله إياه، أخذه ووزعه على أصحابه. ثم قال ناولني الذراع للمرة الثانية، ثم قال في المرة الثالثة ناولني الذراع، وهو يعلم رسول الله أنه ذبح شاة واحدة وليس شاتين، فكم ذراع للشاة يا أحبابنا؟ طيب 2. شو بقول رسول الله ناولني ذراع؟ رسول الله ما ينطق عن الهوى، لما قال ناولني ذراع معناته بالوحي. ولذلك لما قال أبو رافع يا رسول الله
وكم للشاة من ذراع؟ ما هو 2 وأعطيتك إياهم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو سكت لناولتني الذراع ما سألتك. يعني لو سألوا 100 مرة كل مرة الله بيخلق ذراع، لأن رسول الله ما ينطق عن الهوى. فإذا لما اعترض العقل على النقل بطلت المعجزة. فإذا يا أخواننا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في جميع الأحوال. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة. القدوة الحسنة المراد بها يا أخواننا التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بيّن ربنا: لا ظن الاتباع لرسول الله كالاتباع لأي شخص. هنا في رسم اشتراك ورسم مجهود تضعه للاتباع برسول الله صلى الله عليه وسلم، في ضريبه، في ثمن تؤديه. قال: هذا الاتباع والأسوة الحسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لمن كان يرجو الله، أي ثوابه وعطاءه والفضل من الله عز وجل واليوم الآخر، أيضا حسب حساب اليوم القيامة وذكر الله كثيرا. فذكر الله سبحانه وتعالى مع الإيمان اليقين بيوم القيامة مع الطمع في رحمة الله تهيئك للقدوة الحسنة. لا ظن حالك إن يا إنسان قادر على أن تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما تدفع يعني ثمن وضريبة وجهد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من أكمل الخلق وأكمل الأنبياء والمرسلين. فيوم أن ترث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مواصفات عالية جدا، وتحتاج يا مؤمن. ليش ذكر الله عز وجل؟ قال: ذكر الله ينقيك، ومن الأوصاف الذميمة يخليك ويبريك. ويوم القيامة فيها نوع لما يكون إيمان المؤمن قوي وكأنما يرى النار رأي عين، يبتعد عن كثير من الذنوب والمعاصي والغفلة. مع ضم ذكر الله إلى ذلك يهيأ الإنسان لكي يلبس الحلل المحمدية صلى الله عليه وسلم عن طريق الاتباع والأسوة والقدوة الحسنة. وبعدها يا أخواننا مشان تكونوا بالصورة، يعني نحن قد نظن أنه هذا أمر بسيط لمن كان يرجو الله، يعني يرجو الله، يئس من البشر ويئس من الخلق ويئس من الدنيا وعلق قلبه بالله، إضافة إلى أن أول ما ينظر إلى القيامة نظرة قريب منها وليس بعيد عنها. الله ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن قوم إيمانهم ضعيف أو غير مؤمنين، ما هي نظرتهم يوم القيامة؟ نظرتهم بعيدة جدا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. شلون قريبا يا أخواننا؟ على كثرة الإيمان واليقين تقدم إليك القيامة كأنما تراها رأي عين، بل حقيقة ترى القيامة رأي عين. ولذلك يقول سيدنا عبد الوهاب الشعراني: لا يمكن للعبد أن يزهد في الدنيا إلا إذا كشف له عن الجنة فرأى نعيمها، وكشف له عن النار فرأى جحيمها. عندها لا يلتفت إلى الدنيا شيء. قال شيخي إيه ممكن؟ يقول له ربي سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا المنهج في سورة نعلمها لأبنائنا ونحفظها الصغار، فيها هذا البرهان وفيها هذا المنهج وهذا الطريق. سورة الهاكم يا أخوانا، بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. يعني انتم بالنسبة لكم لو ترقيتوا في الإيمان، شو بدنا نترقى؟ ذكر الله عز وجل كفيل أن يرقيكم، كثرة الصلاة على الحبيب كفيلة أن ترقيكم، تلاوة القرآن الكريم كفيلة أن ترقيكم، أعمال البر كلها
كفيلة أن ترقينا إلى علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، قال الله تعالى لا ترون الجحيم، أي أقسم بعزتي أنكم سوف ترون الجحيم. وترون فعل مضارع يفيد الحال والاستقبال، يعني الآن في الدنيا قبل الآخرة. وأكدوا باللام الموطئة للقسم وبنون التوكيد الثقيلة، وربنا ما يؤكد الأمر إلا إذا كان يقيني وبمقدور كل أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أظن هذا الكلام خاص لبعضكم، لا، بل هو لكل من سار على الدرب. قال واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، لا تقل ذهبت أربابه كل من سار على الدرب. هل أنت سرت؟ ستصل بإذن الله. ولذلك قديما قالوا لا بد من صنعاء وإن قال السفر، بس امشي يا مؤمن، اتحرك يا مؤمن، لا تحضر. تعال يا شيخ عمار له نجوى، لا تجلس في الطريق وتجد الناس قد ساروا أمامك، بل سابقهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خذ يا مولانا ورد واظب عليه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو من القرآن الكريم، أو من ذكر الله، أو لا إله إلا الله، أو ما شئت، بس المهم اسعى. تجد أنك وصلت إلى درجة اليقين فرأيت النار عيانا. يقول شيخي ممكن ذلك؟ قل له ممكن. سيدنا حارثة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال انظر ما تقول، وهذا كان موضوع درسنا صباحا. قال أظمأت نهاري وأسهرت ليلي، عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني بعرش ربي بارزة. ثم قال وكأني بأهل الجنة. قلنا إيه هذا الكلام؟ يعني تقريبي، تمثيل. أقول له لا، هذا يا أخواننا الكاف يقال له مقام الستري. الأولياء دائما لا يصرحون بمراتبهم، وإنما يكنون خشية أن يختلط عليهم الأمر. قال وكأني بأهل الجنة يتزاورون وكأني بأهل النار يعذبون. يعني هو رآهم رأي عين، ولكن ما أظهر حتى ما يكون هناك نوع من التخيل أو ما شبه ذلك، فحط الكاف هذا للستر. ومن هنا لما سأل سيدنا سليمان بلقيس هكذا عرشك، ونفس عرشها، بس المقدمة حط بدل الميمنة حط على الميسرة، والميسرة حط على الميمنة. هي طلعت نبيها هو نفسه، ولكن ما قالت هو، قالت كأنه هو، يعني في محرف شيء. ولذلك استدل سيدنا سليمان على علو نباهتها بهذه الكلمة، بل بهذا الحرف. قالت كأنه هو، في تعديل شيء بسيط، ولكن ايش حطت الكاف؟ قال لاحتمال ورود الخطأ ولو في المليار واحد، عشان تفهم يا مؤمن. لما قال سيدنا حارثة وكأني أي رأيا عين. ولذلك يا اخواننا قال شلون بشوف انا الجنة والنار؟ قل له الجنة والنار هي هذه انت ما بتشوفها، ولكن انت لما يا مؤمن صرت رجل طيب وممتاز، وصرت تحب الله والرسول، وبعدت عن الحرام والمخالفات، الله سبحانه وتعالى صار يحبك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حديث في البخاري. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فربي سبحانه وتعالى إذا كان بصرك بمعنى مدك ببصرك بقوة من عنده رأيت ما لا يراه غيره. فأنت إذا لا تستطيع أن ترى لا جنة ولا نار، ولكن إذا ربي أعطاك يا مولانا الشيخ وصرت تنظر بنظر الحق عز وجل. قال الله تعالى عن الجنة والنار يوم القيامة إنهم يرونه بعيدا ونراه. وأنت لما ترى بالله عز وجل ترى القيامة رأي عين، ترى الجنة يكشف لك. يقال معقول؟ قل له معقول، هي في القرآن الكريم لترون الجحيم الآن ثم لترونها عين اليقين يوم القيامة. أما علم اليقين الآن تراها،
ولذلك سيدنا الإمام الشعراني يقول: لما كشف لي عن مقام الجنة ورأيت ما أعد الله فيها للمؤمنين زهدت في الدنيا وما فيها، حتى يقول: والله لو كان عندي مال ملء بيت وجاءت اللصوص يسرقونه ما نظرت إليهم لحقارة الدنيا عندي. لماذا؟ لأنه رأى ما أعد الله للمؤمنين جنة عرضها السماوات والأرض. قال: ممكن تحكي لنا قصة من القرآن تؤيد هذا؟ أقول له: نعم. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم عليها وحكم عليها الطاغية الملعون بسلخ جلدها وهي على قيد الحياة، سمعتوا عن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بسلخ جلدها وهي على قيد الحياة؟ سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ مين هي هالزوجة؟ هي آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، اللي قال رسول الله: إن الله زوجني، ما قال سأتزوج، إن الله زوجني، هي زوجته، إن الله زوجني من النساء 3: آسيا ومريم وأخت موسى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه. لما نقول أزواجي تدخل 3 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله زوجني، ما قال سيزوجني. حكم عليها فرعون بسلخ جلدها، فهي امرأة صالحة تقية آمنت، سألت ربها في الكرب فرج الله عنها، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ما قالت ابني لي بيتا عندك، وإنما عندك بيتا، يعني قدمت الجوار على الدار، ما سألت الجنة وإنما سألت جوار ربها. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال: حمل سيدنا جبريل بيتها أو كشف لها عن بيتها في الجنة فرأته رأي عين فذهلت عما يصنع بها. كان فرعون يسلخ جلدها وهي على قيد الحياة وهي تضحك، فيقول: انظروا إلى هذه المجنونة ما نصنع بها وكيف تضحك. هي لما رأت ما أعد الله لها من نعيم في الجنة نسيت الدنيا وما فيها. نحن يا أخواننا القرآن ذكر لنا مشهدا أقل من هذا. لما رأوا حسنا دنيويا ذهلوا عن أنفسهم وقطعوا أيديهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقالوا: سبحانك ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. سيدنا يوسف، جمال سيدنا يوسف وهو جمال دنيوي، جعل النسوة يقطعن أيديهن. وين الإحساس بالألم؟ جمال دنيوي أنساهم الألم، فكيف بجمال الآخرة؟ أنسى سلخ الجلود. ولذلك يا أخواننا لما اطلعوا على كنوز الجنة نسوا كنوز الأرض. وهذا يا أخواننا يعني حقيقة أمر سهل جدا، وذلك كله عن طريق ذكر الله سبحانه وتعالى، وعن طريق التعبد بما شرع من الأذكار، من تلاوة القرآن، من الصلاة على رسول الله وما شابه ذلك. طيب ليش يعني ربنا حط هذا الثمن الكبير للقدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنه يا مؤمن مو بدك تصير وارث محمدي أنت؟ قال: نحن هلا وارثين النبي محمد. قل له: أنت بتفهم إيش معنى الوارث المحمدي؟ قال: لا والله، يعني نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل له: لا، شوف يا مؤمن، في فرق بين الوراثة والاتباع. نحن يصدق علينا أنه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإيمان به والتعبد بالشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي نزل على قلبه الشريف. وأما الوراثة المحمدية بمعنى يا مؤمن أن ترث ما ورثه رسول الله من الأنبياء السابقين. من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي نحن عم نحتفل بذكراه كل أسبوع ونلتقي هذا اللقاء المبارك؟ على الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول الله. قال: أولا يا أخوانا، رسول الله هو الجمع ليكون لكل ما أعطى الله الأنبياء والمرسلين. كم نبي في الأرض؟ قال: 120,000 أو يزيدون. وعدد المرسلين 313 رسول. كل المراتب اللي الله أعطاها وكل العلوم اللي الله أعطاها وكل الخيرات التي منحها للأنبياء والمرسلين
جمعت فصارت محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم أفاض الله على رسوله من عنده من الخير أضعاف 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 ما ورثه من الأنبياء والمرسلين. فأنت يا مؤمن حتى تكون وارث محمدي من كل نبي، لو نحن مثلنا الوراثة ببستان فيه 124 ألف شجرة في الوسط، وعلى الدائر محيط هذا البستان 313 شجرة. هذول 313 كل شجرة تختلف عن غيرها طعما ولونا وذوقا وحسا ومعنى. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا هذول الأشجار اللي احنا عديناهم، وفي أشجار عجزنا عن العد، هو ما أفاض الله على رسوله بعد أن منحه ما منح الأنبياء والمرسلين. فإذا دخلت هذا البستان أو درت البستان دورة وقطفت من كل شجرة ثمرة، تكون قد ورثت النبي صلى الله عليه وسلم من المقام الذي ورثه رسول الله من سيدنا موسى ومن سيدنا إبراهيم ومن سيدنا عيسى ومن سيدنا نوح. قال شلون هالكلام؟ ما عم نفهم. قل له لا، بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صار نص ساعة، ما هيك حاج يمكن صار في كم دقيقة؟ طيب سيدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أشار على الصحابة ماذا يصنع بالأسرى. فطبعا سيدنا عمر قال له يا رسول الله أنا بجيب أخوي بقطع راسه وسلم عقيل لسيدنا علي بن أبي طالب يقطع راسه، وانت يعني كل واحد قريبه بقطع راسه حتى نهز المشركين ولا تبقى لهم لا جولة ولا صولة. استشار سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله إنما هم أهلك وعشيرتك، فأرى أن تمن عليهم أن تأخذ منهم فداء نتقوى به ونتسلح به ما نأخذه منهم على أعدائنا، لعل الله يهديهم. هنا لاحظ قال سيدنا رسول الله لسيدنا عمر قال مثلك يا عمر. شوف عطاء وراثة من نبيين، بس ما مباشرة الاتصال مع سيدنا موسى، لا، وإنما كما ذكرنا جمعت علوم الأنبياء فوضعت في بستان رسول الله. قال مثلك يا موسى يا عمر كمثل موسى ونوح. لما قال سيدنا نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وسيدنا موسى قال ربي اطمس على قلوبهم واشدد عليهم إلى آخره. وأما مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى، اللي قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فإذا يا أخواننا أعطى لسيدنا أبي بكر ميراثين للنبيين، ولكن من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون فلان مشرب موسوي، يعني هو تابع لسيدنا موسى، لا، وإنما الشجرة التي أخذت لرسول الله مقام سيدنا موسى وزرعت في بستان رسول الله وقف عليها المؤمن فأخذ منها ثمرة. فاليوم عندك يا مؤمن 313 شجرة كبيرة حول بستان رسول الله، وفي داخلها 124 ألف شجرة، وفي كل شجرة ثمرة. فعلى قدر ما تدخل هذا البستان وتتذوق منه على قدر ما تكون وارثا محمديا. فعرفت إيش معنى الوراثة المحمدية؟ الوارث المحمد الكامل ما بصير نحن نقولها إذا ما عبر الولي عن نفسه، نحن ما بجوز، لأن ما يدرينا كم شجرة أكل وكم أخلاقا ورث من رسول الله اللي ورثها رسول الله من الأنبياء والمرسلين، وكم مقاما وصل إليه. ومن هنا يا أخواننا ما نسمعه من بعض المريدين إنه شيخنا وارث محمدي كامل. قل له اشرح لي ما هي الوراثة المحمدية، بقول لك ما بعرف. لا، الوراثة المحمدية يا أخواننا أن تأخذ من كل مقام ناله رسول الله حصة، وأن تأخذ من كل رتبة نالها النبي صلى الله عليه وسلم جزءا، فتكون بلا مؤاخذة يعني صورة مصغرة طبق الأصل. شلون يعني طبق الأصل؟ يعني صير نحن رسول الله؟ قال لا، وإنما الشمس يا أخواننا إذا جبنا مرآة
وعكسنا ونظرنا فيها إلى الشمس، فالمرآة تعكس لنا الشمس. الصورة المنظورة في المرآة هي عين الشمس؟ لا، ولكن صورة مصغرة. ما هي النسبة بين هذه الصورة وحقيقة الشمس؟ لا يوجد أي تناسب بينهما، وإنما تعطيك صورة مصغرة. يعني مهما صرت أنت ولي كبير، ومهما صرت تابع لرسول الله ووارث محمد كامل، إنما أنت مثلك صورة للشمس الموجودة في داخل المرآة، ورسول الله هو الشمس الذي ملأ الوجود نورا وضياء وسراجا منيرا. اللهم ارزقنا الوراثة المحمدية الكاملة يا رب العالمين. طبعا ما منا إلا وهو وارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على قدر ما طاف حول البستان، على قدر ما تتجرد من أخلاق السوء، وعلى قدر ما تهيئ نفسك وتطهر نفسك، تكون قد تهيأت للخلع المحمدية وللمنح الربانية من بستان خير البرية. اللهم يا رب يا رب يا رب ارزقنا التخلية من كل الأوصاف التي تبعدنا عنك، وارزقنا أن نتحلى بكل خلق سني يقربنا إليك. واليوم يا أخواننا نصلي على رسول الله. الأسبوع الماضي صلينا 500 وحوالي 83,000، وهذا عدد لا بأس به. واليوم لعلنا إن شاء الله بمناسبة مولد رسول الله راح يكون بعد بكرة، فنصلي على رسول الله ونهدي صلاتنا إلى رسول الله، ونتوسل إلى الله بصلاتنا وبذات رسول الله إلى الله في أن يحفظ هذا المجلس ويحفظ مجالس العلم في كل المساجد، وألا يمكن الكائدين من إلغائها أو من إبعادنا عنها أو من إبعاد المسلمين عنها في مشارق الأرض ومغاربها بسر أسرار سورة الفاتحة. يلا سيدي بسم الله. مرحبا أهلا وسهلا